السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو جديد، وحشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، رزقكم الله هناء الدنيا والاخرة، اللهم امين. حبايبي الحلوين، فيديو كده بروايح رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بكل خير يا رب. ربنا يرزقكم الصحة والعافية وكل حاجة جميلة في الدنيا زي قلوبكم. انا بحبكم جدا في الله. كل كلمة بتكتبوها لي يعني ببقى عاجزة جدا عن الشكر، لانه انتوا فعلا ربنا رزقني بناس جميلة جدا وانا مكتفية بيهم، اللهم لك الحمد. ف بحبكم قوي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، وكل سنة وانتوا طيبين. بصوا بقى يا بنات، انا بدأت النهاردة اليوم بصراحة اليوم كان متعب بالنسبة لي جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. بس في حاجات اساسية بقى لازم تتعمل. فالطقم ده انا كنت شاريه بقالي كتير جدا. هو طقم كده 9 قطع، وبيجي معاه المعالق بتاعته كده. يعني بمناسبة ان انا هنظم بقى الضرفة بتاعت التوابل وكده، لان فيها حاجات كتير جدا محطوطة في الاكياس بتاعتها والكلام ده. فانا كنت شاريه بقالي كتير قوي، وركناه. قلت بقى لا خلاص، في تنظيفة رمضان وان انا هصور معاكم، لا هسيبه بقى ايه، تبقى حاجة جديدة كده هصورها معاكم. وفي نفس الوقت انا يعني هنظم الضرفة يعني قبل رمضان باذن الله. قلت فهعملها معاكم يعني. فطلعته بقى، غسلته كويس جدا وصفيته بقى. ده كان قبل اليوم اللي انا كنت بصور فيه الفيديو، فده كان تاني يوم بقى. كنت جايبين بلح كده، كرتونة بلح حلوة اللي هي بتبقى الطيبة دي. بصوا انا بحب الشكل الكرتون، وفي نفس الوقت انا بحس انها مش صحية موضوع الكرتون ده، ان احنا نحط الحاجة فيها. فالمهم بفضيه في علبة بقى، بفضيه في علبة كده، وبسيبه برضو على الرخامة او على الترابيزة او كده، اللي رايح واللي جاي بقى عايز ياكل منه وكده تمام. هنا بقى كنت عايزة اعمل زبادي، جبت كنت غالية كيلو لبن، وسبته بقى يدفى خالص. يعني ايدك كده تستحمله، يعني ايدك يعني تحطي ايدك كده فيه تحس ان انت زي دمعة العين كده. وعلبة زبادي صغيرة هي شبه الخميرة كده. وطبعا انا مشيلتش الوش بتاع اللبن، انا بحبه بصراحة بالوش بتاعه كده، بيبقى جميل قوي، بيدي طبقة كده للقشطة جميلة، يعني بتدي طبقة سماكة كده للزبادي. وفي نفس الوقت انا بحب القشطة بتاعته دي. في ناس بتغليه وتدخله التلاجة وتشيل القشطة بتاعته وبعد كده تعمل بيه الزبادي، لكن انا لا، بحبه كده على طول. قلبته بقى كده مع بعضه كويس. في ناس برضو بتضربه بالهاند بلندر وبتصفيه والكلام ده كله، لكن انا مش هعمل كده خالص اختصارا للوقت يعني. انا هعمل ضربته كده بالمضرب اليدوي يعني. وبدات ان انا اعبيه بقى في الكوبايات اللي هي جايه مع الماكينه بتاعته دي. وقبل ما كنت اجيب الماكينه دي، يعني انا جايباها اصلا من السنه اللي فاتت يعني مش السنه دي. كنت بحطه في صينيه واحط ميه سخنه وادخله الفرن، يكون فرن دافي وبيبقى زي الفل برضو، يعني مش شرط ان احنا يكون عندنا الماكينه يعني. هي طالما موجوده فخلاص يعني هنعمل بيها، لكن لو مش موجوده هنعمل باي حاجه بديله يعني. او حطيته بقى كده وبدات ان انا اسيبه بقى. انا سيبته 6 ساعات. المفروض ان التايمر اللي موجود تحت ده ملوش اي علاقه يعني، غير ان انت بتعرفي ايه ان انت هتسيبيه كام ساعه يعني. اهو بصوا بقى سيبته كده. عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه بقى طلبات رمضان والمشتريات السوبر ماركت ويمش رمضان وكل ده، كنت بركنه في الاكياس على الرخامه ما كنتش بشيل منه اي حاجه خالص، غير ان انا كنت بعمل حاجات تانية. طبعا بروق الشقه، بعمل حاجات تانية. قلت لا، لما ادخل المطبخ مره واحده بقى هفضي كل ده. فعشان كده اليوم كان مزدحم جدا معايا، لان انا عملت فيه حاجات كتير جدا، بس الحمد لله رب العالمين. بصوا بقى، انا يعني لما نزلت السوبر ماركت كنت عايزه فانيليا كده. كانت المفروض هي دي فانيليا بيكلاند، هي المفروض ده نوع مصري، بس انا كنت عاوزاها نوع كده تاني وهو بيبقى نفس الشكل. بس انا يعني ما خدتش بالي منه غير لما رجعت البيت لقيتها ماركه تانية خلاص، عشان كده انا كترت منها لما لقيتها. بس على فكره طلعت حلوه قوي، واصلا ماركه بيكلاند دي حلوه قوي، من يعني منزله فانيليا ومنزله اهو بيكنج باودر، وكانت منزله معاكم دوناتس وحاجات يعني معلبات يعني، وعملتها معاكم قبل كده. هي ماركه مصريه بس حلوه قوي يعني، مش وحشه، والفانيليا بتاعتها طلعت حلوه بصراحه. جبت بقى العلبه كده، لميت فيها الفانيليا كلها. انا كده كده يعني انتوا عارفين ان الفانيليا بنستعملها كتير في رمضان عشان بقى الشربات والحلويات وكده، فانا قلت الكميه دي تبقى مناسبه معايا يعني. كنت جايبه برضو ذره فشار
هو مش وقته يعني، بس عارفه اللي هو عارفين اللي هو كنت بجيب الطلبات بقى بالمره عشان تبقى حاجتي عندي. ف الحمد لله يعني. جبت ذره فشار، جبت ربع كيلو، نص باين، لا نص كيلو، لان البنات بيحبوه جامد يعني. وجبت برضو لوبيا. انا ما كترتش بصراحه، ما بكترش في الحاجات دي يعني، ممكن يكون ده ربع كيلو او ازيد من ربع كيلو بشويه على قد اكله يعني، عشان الحاجات دي بقى الصيف داخل وكده عشان ما تسوسش وكده. مش لازم نجيب بالكيلو والاتنين كيلو يكونوا عندنا وفي الاخر يعني يجرى لهم حاجه او كده ونفضل نرمي بقى ونرمي وكده، لا، لما الحاجه تخلص نجيب تاني وهكذا. جبت بقى الكركديه اللي هو الاسواني، اللي هو بيبقى تحسوه يا بنات ورقته كبيره. جبت كام دول؟ ممكن يكونوا برضو اقل من نص، ممكن يكون اقل من نص كيلو يعني، لا اقل خالص يعني، لانه هو اصلا بيوزن، ممكن يكون ربع كيلو. حطيته برضو في العلبه دي. عايزه اقول لكم ان المنظمات دي بجد والله بتسهل علينا كتير قوي، وفي نفس الوقت يعني ما تاخدوش بالكم ان كل ما حاجه بتقع باكل منايا الرخامه نظيفه الحمد لله. بس وعايزه اقول لكم برده مش كل حاجه كنت جايباها في يوم واحد يعني، كان دي كل حاجه يعني، كل ما كنت اجيب حاجه كنت اركنها هنا عشان اعمل لكم الفيديو مره واحده. ده السوداني، انا بصراحه مكتره منه لانه هو اكتر حاجه انا بستعملها، لكن المكسرات بحط حاجات بسيطه يعني، فاهميني، بحط حاجات بسيطه خالص من المكسرات، لكن السوداني هو اللي بيبقى اكتر. ولو عايزه بقى تحطي جوز هند ولا زبيب ولا الكلام ده. بصوا بقى صوبيا بعوف، المفروض ان هي كل سنه كانت بتنزل في برطمانات كده، لكن المره دي لقيتها في اكياس. جبت كيس، المفروض ده الكيس ده كان عامل باين 80 او 85 مش فاكره، هو كيلو على بعضه، ما نجيبش كيلو كمان يعني. بصراحه انا ما ببصش على الموازين، بس هو ما يجيبش كيلو. السوداني اللي انا فاكره ان هو نص كيلو، كنت جايبه نص كيلو، والشويه اللي اتبقوا بقى منهم دول انا عينتهم على جنب عشان هضربهم معاكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي، نعمل منه بقى الخلطه اللي انا بعملها تحت ايدي دايما كده لاي حلويات، لحشو قطايف، لكنافه، اي حلويات بقى احنا هنعملها في رمضان. بتبقى سهله بقى، بدل ما تعملي كل شويه وتنيكي تفرمي كل شويه، لا. حطيت بقى جوز الهند برضو. جوز الهند بصراحه انا مش بضيفه على حاجات كتير قوي، بس مش عارفه انا ايه اللي خلاني جبته، بس انا قولوا لي انتوا بتحطوه على ايه جوز الهند غير الحلويات، لاني انا من الناس اللي يعني مؤخرا بقيت بحبها، لكن في ناس مش بتحبها عندي في البيت تتحط في الحلويات، فقولوا لي بقى يتعمل بها ايه. جبت بقى تمر هندي اللي هو الشناويني ده، انا الوحيده اللي بشربه اهو، بصوا تمر هندي بحبه قوي، ما بحبش اللي هو اللي انا شايفينه اللي هو الباكت على بعضه ده اللي هو البلدي، مش بحب وما بحبوش، انا بحسه ان هو بيوطي الضغط عندي، فانا مش عارفه المعلومه دي صح ولا غلط. هو الكركديه يا ريت تقولوا لي، لان انا بحب الكركديه جدا، فقولوا لي الكركديه بيوطي الضغط ولا ايه. بصوا الزبيب ده يا بنات كان بصوا الزبيب ده طعمه مسكر قوي، هو لونه احمر كده والحبايه بتاعته كبيره، كان نازل عرض في كارفور الكيلو عامل 50 بدل 80، فجبت كيلو. بصراحه طعمه حلو قوي، انا بصوا بقعد اكل منه كده بيحسسني بطعم الايه العنب، فبجد حلو قوي، وفي نفس الوقت بحطه بقى في اليميش وكده. جبت برضو بيكنج صودا، جبت الكيس ده لقيته نازل جديد من دريم. بصوا يا بنات الفكره دي لما باجي بقى عايزه مثلا اعرف ايه اللي في العلبه، وانا اصلا بقى مش هقعد لسه اجيب تيكت واكتب واعمل والكلام ده، بقوم قصه اللي على العبوه، الاسم اللي على العبوه، واقوم لازقاه كده بلزقه عادي على العبوه نفسها، وبتديني بقى اولا شكل حلو، في نفس الوقت انت عارفه ايه اللي جوه العلبه، يعني مش شرط بقى ان احنا نروح نطبع ونعمل ونكلف نفسنا برضو، دي يعني بتقضي الغرض يعني. فالفكره دي انا دايما بعملها يعني كده، انا عارفه ايه اللي جوه البرطمان، وعارفه ماركته برضو ايه الماركه يعني اللي انا كنت مستخدماها وكده، عشان لما تخلص مثلا واكون عايزه اكررها، لو عجبتني مثلا الماركه دي وعجبتني وعايزه اكررها، فانا مش هعرف بقى، انا مش هفتكر مثلا انا كنت بستعمل ماركه ايه، فاقوم بقى جايباها. كنت بقول لكم اعرفوني بقى على الكركديه واللي ايه، بلاش التمر هندي، انا عارفه ان التمر هندي بيوطي الضغط اللي هو البلدي ده، لكن الكركديه بيوطي الضغط ولا بيبقى كويس. نزلت بقى كل الباسكت كده المفروض اللي عندي، وشفت بقى المفروض ايه اللي انتهى الصلاحيه مثلا، ايه اللي انا مش محتاجاه، لقيت في حاجات فعلا انتهت صلاحيتها استغنيت عنها يعني، وفضيت بقى الرف ده حطيت فيه كل الحاجه اللي بتاعه رمضان، اللي هو السوداني والسوبيا،
وايه تاني، الكركديه والسوداني والمكسرات، كل الحاجات بتاعه رمضان. منها التمر هندي والقمر الدين. انا جبت التمر هندي اللي هو الاحلام، والقمر الدين اللي هو سامو. هو اصلا ابو عوف، سامو ده من شركه كمان ابو عوف، يعني المفروض ان هي ماركه واحده. ده اللي انا اكتشفته يعني. لان وانا في السوبر ماركت كنت اجيب ابو عوف لقيته غالي قوي. مش عارفه الباكت عامله 75 ولا كانت عامله 75. فلقيت سامو ده فقمت جايباه، لقيته كان عامل 55. فمن قمر الدين يعني. فالمهم جيت ابص على حاجه تانية، لقيته مكتوب ابو عوف شركه سامو، فلقيتهم نفس الماركه يعني. فقلت طب خلاص يعني، رجعت جبت تاني باكت من سامو ده من القمر الدين يعني. بصوا بقى يا بنات، لما باجي اعمل اليميش بصوا بقطعه كله مره واحده. عايزه اقول لكم ان المقص اتكسر مني وانا بكسره وانا بقطعه يعني، بس قلت خير الحمد لله. بجيب بقى كل حاجه انا جبتها، سواء التين والقراصيه والحاجات دي كلها، اقطعها كلها على بعضها في علبه واحده. والبلح بقى بيبقى في علبه لوحده برده. عايزه اقول لكم يا بنات ان الموضوع ده بيريحني جدا. مش كل يوم اقعد اطلع الكيس ده واقطع منه شويه، والكيس ده واقطع منه شويه، وما اعرفش انا مثلا خدت الكميه اللي هو بتاعت النهارده هاخد قد ايه وبكره هاخد قد ايه وكده. لكن الموضوع ده بيسهل عليا، عارفه الكميه كلها قدامي قد ايه. باخد منها بقى كبشه صغيره كده، اقطعهم وانقعهم مع شويه بلح برضو، وخلاص على كده. والزبيب برضو بيبقى لوحده، مرضتش اضيفه عشان ايه، انا بنقعه في ميه لوحده، ما بخليهوش في نفس العلبه. قطعتهم كده، العلبه دي بتفضل معايا لاخر رمضان، وببقى يعني مبسوطه جدا ان الموضوع ده بجد بيسهل عليا قوي. بدل كل يوم بقى اقعد كل يوم اشوف انا هعمل واكسر واعمل. برضو البلح انا كسرته. بصوا البلحيه كده صغيره وناشفه كده، انا بحب البلحيه اللي هي تبقى ناشفه. وعايزه اقول لكم الطريقه برضو بتنفع يعني. بس انا عملت على الرخامه، بس عملت كام واحده معاكم كده على الرخامه، لقيت لا الموضوع هيبوظ الرخامه او كده. نقلت على الترابيزه شويه صغيرين كده معاكم، وبدات ان انا قعدت بقى على الارض عادي يعني وقعدت اكسره كله، والبنات كانوا معايا يعني وقاعدين معايا. على اي فوطه بقى تكون نظيفه، فوطه مطبخ او منشفه مطبخ وكده. في الاخر بقى بتنفضي اي حاجه من دي، وفي الاخر بتغسليها برضو. اهو بقعد بقى ايه افصصه كده. انا بحب ان انا اكسره صغير شويه يعني. انا ما بحبش البلحيه تكون 2، بحس ان انا لا يعني حجمها كبير جدا جدا كده في وانا باكلها. لكن لا، بحس ان انا يعني عايزاها صغير يعني. الموضوع دي بتسهل عليا، بتتعبي يوم بس هتسهل عليكي بقى، بدل وقفه. في ناس بتقعد تتريق تقول امال انتوا هتعملي ايه في رمضان؟ هنصلي، هنقرا قران، هنعمل حاجات كتير بدل الوقفه دي. فبنحاول ان احنا نسهل. في نفس الوقت في ناس بتبقى تعبانه في رمضان، بتتعب في الصيام، وانا من الناس دي الضغط بتاعي بيوطى جدا. فبحاول ان انا اسهل على نفسي وقفه رمضان وانا صايمه عشان ما اتعبش. بصوا بقى، المفروض ان في ناس بتقول ان النوى بيسرع عمليه السوى. فانا قلت بقى اجرب، فشلت شويه كده في برطمان صغير ازاز يعني، ونضيف ومتعقم وزي الفل. حطيتهم كده في البرطمان ده بحيث ان انا اجرب يعني، اشوف الموضوع ده فعلا يعني بيعمل مفعول يعني ولا ايه. خلصت بقى كده. بصوا الظرف ما عادش فيها حاجه غير الحاجات اللي انا بستعملها فقط. وهنا برضو حطيت بقى، فضيت حاجات كتير جدا. البتاعه دي كانت زحمه جدا، ما حبيتش ان انا اوريها لكم قبل وريتها لكم بعد على طول. اهو خليتها زي الفل ونضفتها بقى، بس يعني شويه كده ونبدا نعمل بقى مكافحه النمل عشان ما يهجمش علينا مره واحده. هنا برضو حطيت كل حاجه رمضان زي ما قلت لكم. هنا التمر هندي، وهنا القمر الدين. اهو شكلهم بجد حلو قوي، ريحني نفسيا. هم متنظمين كده، ببقى عارفه انا عندي ايه وما عنديش ايه. اهو بعد ما مر بقى 6 ساعات على الزبادي. بصوا بجد شكله حلو قوي، وطعمه جميل قوي، متماسك جدا يعني. بجد حلو قوي، وطعمه بجد بحبه قوي عن بتاع بره. بحسه كده. عارفين الزبادي اللي هو كان بيتباع زمان كده البلدي، اللي هم معرفش انا لحد دلوقتي نفسي الاقيه، اللي هو بتاع مش بتاع شركات، معرفش هي شركات مكفولة كده، بس هو بيبقى طعمه حلو قوي. فانا بحس الطعم ده مقارب لي يعني، ومتماسك كده الحمد لله. طلعته بقى كله من الماكينه بقى عشان يدخل التلاجة، وبغطيه بقى كل واحد بالغطا بتاعه.
عايزه اقول لكم يعني ان يعني لحد دلوقتي تتاكل نص الزبادي ده، يعني انا بحبه جدا. في ناس بقى بتعمله بالفراوله وبالمانجا والكلام ده، لكن انا اصلا يعني محدش هياكله باللطعم دي. البنات بقى بياكلوه بتاع بره، يعني اللي هم بتاع بره مش هيرضوا ياكلوه بتاع البيت يعني. اهو بصوا متماسك ازاي، ولا في ميه كتير ولا في ما فيهوش ميه اصلا غير شويه اللي هم نزلوا وانا بقلب الكوبايه. نعم الحمد لله رب العالمين. ده بقى من ضمن برضو التجهيزات، انا بعمل كيلو بكيلو بحيث ان اول ما يخلص اعمل تاني. وبحط بقى كل الكوبايات في قلب الغطا بتاع الماكينه نفسها وادخلها بقى التلاجة. بصوا بقى كنت نقع برضو فول من بالليل، وفول مدشوش. المفروض ده كيلو ونص فول، اللي هو الفول العادي، ونص وربع كيلو فول مدشوش بتاع الطعمية. ضفت الاتنين على بعض، وطبعا الحاجات دي اتغسلت مره واتنين وتلاته، مش بميه النقع كده وتعلقي عليه، لا خالص. الفول امشي معايا خطوه بخطوه ان شاء الله عمره ما يسود منك. حطيت طماطم وشويه كاري اللي هو بيعمل لون مش طعم، وشويه توم مفرومين، وهبدا اقلب كويس جدا كده اهو. حطيت توم وشويه فول مدشوش على الفول وشويه كاري، خلصتهم وخليتهم زي الفل. اهو ابدا بقى اطلعهم على النار. بصوا بقى اي الفول لازم يكون فيه ميه اولا، ثانيا لازم تضيفي له ميه سخنه، ما تضيفلوش ميه ساقعه خالص، لانك لو ضفتوا له ميه ساقعه هيسود منك يعني. الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد، ماما بجد كانت معوداني اعمل الفول، وفي نفس الوقت بعد خبره يعني كام سنه زواج يعني وانا بعمل الفول بدمسه في البيت، فالحمد لله يعني عمره ما سود مني. اهو انا دلوقتي بصوا هقلبه واضيف له ميه سخنه. الكاتل كان شغال جنبي وكل شويه اضيف له ميه سخنه. عايزه اقول لكم ان انا مجمعه المقاطع، يعني كل المقاطع دي كنت بعمل حاجه واسيب حاجه تانية، واعمل حاجه واسيب حاجه تانية، فاهمني؟ فالمقاطع بس عشان ما تتوهش مني انا مجمعها على بعض. بصوا لا لازق ولا هشايط ولا ريحته عامله، الحمد لله. مهديه النار عليه خالص وسبته بقى يستوي براحته خالص. وفي الاخر عشان اسيبه يبرد شويه برش عليه ليمونتين كبار على الوش. بصوا برشيت عليه ليمونتين كبار على الوش، وجبت المعلقه وبدات ان انا اساوي الليمون على الوش. ما قلبتش، لا انا سويت الليمون على الوش عشان ما يسودش الوش بتاعه، ما يسودش منك. ابتديت بقى لغطا الحله اهو. بصوا بعد ما برد، بعد نص ساعه ولا بعد ساعه كمان، لا هو بعد نص ساعه، كان بعد نص ساعه بدا وشه ما سودش نهائي. في اللحظه دي بقى المفروض ان انت تعبيه. بصوا معلش على الطرطشه اللي حصلت، بس الحمد لله كل حاجه اتنضفت بعدها. المفروض بعد ما تضربيه كويس جدا بقى تعبيه في الاكياس وهو سخن، لانك يعني كده هتحافظي على لونه ان هو ما يسودش منك نهائي. بس انا بقى سيبته بقى شويه يعني، لاني كنت بقى مشغوله في حاجات تانية وكده. هنا بقى كنت بصلي العشاء وكده، فجيت بقى اعبيه بسرعه وانا لابسه الاسدال عشان يعني ما يسودش مني او كده. بس الحمد لله الطريقه دي انا هوريلكم دلوقتي في الاخر عمره ما سود مني ولا اي حاجه يعني. حتى لو هتركنيه انا شلت نصه بس يعني في حله تانية، والنص التاني ده المفروض كنت اعصر ليمونتين على الوش، بس الحمد لله ما جروش اي حاجه وما سودش. انتوا بصوا شفتوا لونه يعني. كل السرعه بس في ايه، في ان هو لما بيلقط هواء الوش بتاعه بيسود، لكن من تحت بقى لا هو مش مسود خالص خالص يعني. الطبقه اللي فوق دي لو انت مش عايزاها تفضل موجوده، اللي هي اول ما تشم الهواء دي، عبيه وهو سخن، عبيه وهو سخن في الاكياس. لكن لو عايزاه يبرد بقى رش عليه ليمونه لو هتسيبيه يبرد على الوش. هبصوا بقى شكله والله جميل قوي وناعم وبيور كده وحلو قوي يعني، الحمد لله رب العالمين. هبصوا لا غامق ولا مسود ولا اي حاجه، ولونه تحفه. عايزه تزودي لونه تضعفي لونه ممكن تزودي كاري اكتر يدي لون اكتر. انا كنت عايزه بس اقرب لكم اوريكم ان هو ناعم جدا ولا مقشر وسواه مظبوط، الحمد لله رب العالمين. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يعني، انتوا احسن مني بزياده يعني، او احسن مني بكتير كتير والله. ربنا يبارك فيكم يا رب. خلصتوا بقى كده ودخلته على الفريزر على طول. جيت بقى في فقره التوم هو كان اخر حاجه في اليوم بتاعي بصراحه يعني، الحمد لله رب العالمين. دول 5 كيلو توم. انا مش هجيب اكتر من كده في الفريزر يعني، انا بحب ان انا يكون عندي فريش ويكون عندي في الفريزر.
في الفريزر ده للحاجات السريعة، انا عايزة بسرعة اعمل اي حاجة. يعني احط معلقة على التوم، شوية على بتنجانية، الحاجات دي. لكن التتبيلات الاساسية انا بحب اعمل لها بفريش. المهم بقى عملت ايه، جبت طبق احط فيه التوم بعد ما اقشره. الطبق التاني اشيل القشره ما بين التوم وما بين اللي هو بتبقى فيه قشره رقيقه كده، مش هرميها، انا عامل بيها توم باودر. بصوا يا بنات، بتلاقوا زي عود كده في وسط التوم، اوعوا تضربوه بعد الشر، يعني بيكسر السكينه. وعايزه اقول لكم ان في واحده وانا بضرب جت غصب عني ما اتفرمتش نهائي، وحسيت بصوت الكبه، وان في حاجه غلط جوه الكبه. فبسرعة وقفت الكبة وشلت، لقيت واحدة فعلا جت بالغلط. اهو بقشره بقى كويس جدا وبشيل منه بتاع. انا بصراحة مش هستخدم العروش الخضرا دي، لان انا بصراحة جربت ان انا اعينها قبل كده معاكم السنة اللي فاتت واللي قبلها، يعني بحسها ما استعملتش، يعني ما استعملتهاش. وبحسها يعني هي لها حاجات معينة، بس اللي هو مثلا السمك هتحطي شوية مثلا على خلطة الطعمية. المهم ان انا ما استخدمتهاش ولسه مركونة عندي في الفريزر، بس ان شاء الله استخدمها مش هرميها يعني. فعشان كده انا ما عملتش الجديد ده، انا خدت بس التوم اللي هو الصحيح بس اللي انا هستعمله فقط. بصوا هعمل بقى الكمية كلها كده، واطلع برضه القشر بقى لوحده كده. بصوا بقى المفرش، يعني جيت كنت فرحانه قوي ان انا ما وسختش حواليا كده، لقيت المفرش مقطوع، فقلت الحمد لله رب العالمين، كل حاجه بتخلص الحمد لله. غسلت ايدي بقى كويس جدا. بصوا بدات بقى اوريكم بقى التوم بعد ما خلص. دول 5 كيلو، وطلعت القشر ده منهم. من ال5 كيلو طلعت القشر ده منهم. جبت الصاج الكبير بتاعي اللي انا بعمل فيه اي حاجه، وشغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 170 او 150، كمان خليكي 150 على نار هادية. وحطيته، بصوا بقى يعني الفوق خالص، الشبكة تكون فوق خالص. كل شوية بقى بقيت اروح اهزه شوية، اهز الصينية شوية عشان اللي اتحمر ما يتحمرش. بصوا هنا انا مش مشغلة شواية، انا مشغلة الفرن بس، ومشغلة المروحة بتاعت الفرن. عايزة اقول لكم ان انا بجد عملت شوية توم باودر، عمري في حياتي ما جبت توم باودر بالطعام ولا بالريحة دي. يعني بصراحة يعني اللي احنا كنا بنجيبه ده اي كلام بصراحة. اللي انا عملته بالشوية دول انا محتفظة بيهم يعني كده. ان شاء الله لو جبت تاني يعني ممكن اعمل تاني. اهو بقى بعد ما طلع فركته بقى بايدي، هو خد اللون الجميل ده. كل شوية طبعا كنت بروح اقلبه عشان طبعا ما يتحرقش منك. واول ما تلاقيه خلاص كله بقى خد اللون، خلاص طلعيه. بصوا انا لقيت 2، بصوا بدأ اخضروا كده وطريين. دول استحالة ان هم ينضربوا، ولو انضربوا هيكتلوا. يعني شفتوا لما بنيجي نجيب التوم البودر من اي سوبر ماركت وتلاقيه كتل معاكي، ده نتيجة ان هو محطوط فيه قشر كان طري، فكتل، المية بتاعته كتلت. لكن ده الحمد لله رب العالمين كله كان بيخروش في ايدي زي ما انتم شايفين كده. الاتنين اللي طلعوا انا اوريه لكم دلوقتي. بس بدات بقى ان انا اضرب كويس جدا. انا عايزاه ناعم بقى زي ما بيجي من بره. الحمد لله الكبه بتاعتي دي بتنعم كويس، كل اللي سالني عليها الحمد لله الخلاط كويس ما فيهوش اي مشكله، والكبه بتاعته برده حلوه جميله الحمد لله رب العالمين. اللي عنده اي جهاز دلوقتي يحافظ عليه. انتوا شايفين الاسعار، ربنا يرخي علينا جميعا يا رب، اللهم امين. بصوا النعومه بتاعته. هبدا اضيف بقى شويه دول عشان خساره بقى يعني، ومش هينضربوا ناعمين لو حطيتهم لوحدهم، لانهم هم كميه صغيره خالص. فضفتهم على دول وزودت بس في مده الضرب عشان يبقى ما يتهوش يعني في وسط اللي انضربوا يعني. بصوا بقى هم دول الاتنين اللي طلعوا اهو طريين جدا وما كانوش. بصوا انا عماله بص بكسر فيهم مش بيتكسروا، لان هم طريين كانوا من وسط الكميه كلها. فطبعا مش هولع الفرن تاني بقى عشانهم. اهو بصوا الكميه طلعت لي بقى ال5 كيلو طلع لي ربع برطمان كده. بس بصراحه يعني ريحه التوم البودر وطعمه، يعني انا دقت طعمه خطير خطير بجد. فان شاء الله نبقى نعمل كميه تانية لو عملت يعني ان شاء الله. حفظتهم بقى كده في البرطمان بتاعي الحلو ده، وخلاص مسحت بقى مكاني وهبدا اضرب بقى التوم بقى. انا بدات ان انا كنت عايزه احط شويه بشويه، لقيت قلت لا، هي لما تبقى الكميه على بعضها احسن هتنضرب احسن واسرع لما احط الكميه على بعضها. حطيت بقى بصوا الكبه هي مليانه عندي اهي، هحط عليها ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت تمام. والربع كوبايه الزيت تتحط في اخر ضربه خالص،
عشان بحس ان انا لما بحطه في النص بيعجن معايا، يعني بينزل الميه بتاعته بيعجن معايا. الزيت فايدته ايه؟ انا دلوقتي هحطه في برطمانات. لو هنحطه في اكياس زي السنه اللي فاتت ما عملت معاكم، الاكياس ما بيتحطلاش لا ملح ولا زيت، بحطه في الاكياس كده على طول. لكن انا هحطه في برطمانات المره دي عشان الريحه بس ما تكرفش معايا في الفريزر. وبصراحه فعلا السنه اللي فاتت كنت اول ما احط التوم احس تاني يوم كرف على كل اللي في الفريزر، وطبعا كنت بزعل جدا ان حاجه غاليه ويبقى فيه عصاير والكلام ده. لكن السنه دي لا، الحمد لله رب العالمين، لما حطيته في البرطمانات مفيش اي ريحه خالص في الفريزر، ولا اكني عملت توم اصلا، ولا اكني فيه ريحه اصلا. فالحمد لله رب العالمين. اهو بدات بقى ان انا اعبيه في البرطمانات. بصوا بقى، انا ما بكبس ومش هكبس. ليه؟ عشان لما اجي اقطع بالسكينه او اخد بالمعلقه اللي ما يبقاش صلب معايا، وفي نفس الوقت الزيت ما بيتجمدش. فاهو انا مش هكبس بقى خالص اهو، وهسيب اخر سنتي كده ولا اخر 2 سنتي من البرطمان فاضيين، عشان ما يفضلش بقى التوم ياكل في البرطمان نفسه او في غطا البرطمان نفسه. اهو بصوا الفراغات الكتير دي انا عاوزاها. البرطمان ده خلص دخلته على الفريزر على طول، يعني قبل ما اكمل الكميه التانية كان ده دخل الفريزر، الاولاني ده كان دخل الفريزر. ليه؟ عشان ما يسودش مني وانا ما يسودش، ما يزرقش، ما يحصلوش اي حاجه وانا شغاله في الكميه. لا، ما خلصتش معاكم الكميه كلها عشان اديكم اللقطه الاخيره، لا ده دخل الفريزر وعملت الكميه اللي باقيه، وهكذا. كل الحاجات دي بتضمن معانا الحمد لله. الحمد لله ان التوم ينجح يعني وما بيحصلوش حاجه. الحمد لله بقى لي كام سنه بعمل التوم وما بيجرالوش حاجه. قولوا لي بقى الفيديو عجبكم ولا لا، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الايام بكل خير يا رب. يعني تعليقكم بجد بيشجعني ان انا اصور واكمل معاكم وابقى ملتزمه كده. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا ويجازيكم عني كل الخير يا رب. اللايك بتاعكم يا حلوين بيفرق معايا كتير. اشوفكم في فيديو جديد على خير حبايب قلبي. السلام عليكم.